بعد فترة اكتئاب صعبة قررت حاجة مع نفسي ريحتني جدا. قلت لنفسي أنا زعلي غالي قوي، ما ينفعش زعلي يبقى رخيص يتوزع على اللي يسوى واللي ما يسواش. مش أي حد يستحق أزعل بسببه، مش أي حد يستحق اهتمام مني أساسا لدرجة إني أزعل. مش كل شخص بيمر في حياتي يستحق مني نفسيا مساحة توصلني للحزن على تصرف خسيس أو قلة أصل منه. اللي لاحظته إن خفض التوقعات في البشر سحب جوايا تعلق شديد ويقين في رحمة ربنا وكرمه، كأن عشمي في البشر تحول لطاقة عشم وتسليم وطمع في كرم ربنا. وكمان الزعل زي المحبة، قيمته في ندرته وفي كونه غالي ومصان، وهيبقى العشم في الله هو الرهان الوحيد المضمون في حياتنا القاسية. بلاش يبقى زعلك قريب وسهل ومن أبسط حاجة ومن أي حد. اختار عدوك زي ما بتختار صديقك أو حبيبك. مش أي حد كده ينفع يبقى اسمه مزعلك ويأثر عليك بالسلب. ما تدخلش معارك مجانية مع حد ما يسواش. اشتري دماغك وحطه في حجمه الطبيعي. خلي زعلك شرف مش أي حد ينوله. طول ما انت سهل تتراضى وزعلك مش غالي هيزعلوك يا غالي. دمتم بخير.